السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي في الله وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. جايب لكم النهارده طريقة جديدة لتفنيش ارقام الواتساب وحظر الارقام بابلاغ واحد فقط. يعني فيديو النهارده اعلمك ازاي تخلي رقمك العادي يكون رقم فينش ويطير اي رقم تاني بابلاغ واحد فقط، والطريقة سهلة جدا ومش هتحتاج منك حذف حساب ولا الكلام ده كله. فعايزك تركز في الشرح من اول ثانية لاخر ثانية عشان تستفاد بشكل كبير. وقبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك، وحط لايك جميل على الفيديو وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا، جاهزين يا عتاولة؟ يلا نبدأ الجولة. أول حاجة يا حبيب قلبي دي قناة التليجرام الجديدة الخاصة بالتحديثات، عايزك تنضم فيها. هسيب لك طبعا الرابط بتاعها تحت في وصف الفيديو عشان ديت القناة الجديدة يعني وكده بدل اللي طارت. تمام؟ فعايز كله يجي ينضم في القناة الجديدة ديت لأن أنا بنزل عليها كل جديد. تعالى بقى نرجع للشرح بتاعنا. عايزك بقى يا حبيب قلبي تركز معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي لأن الكلام ده مهم جدا وأنت اللي هتستفاد، فما تسيبهاش أي ثانية في الفيديو عشان تستفاد بشكل كبير جدا من الشرح ده. أول حاجة عشان تفنش رقمك لازم تجيب رقم أساسي، بلاش فيك لأن الفيك ممكن يطير منك في أي وقت. فاول حاجه هتجيب رقم اساسي، مش شرط جديد او قديم والكلام ده كله، لا عادي جدا، هات اي رقم اساسي. بعد كده شغل الرقم على اي نسخه واتساب رسميه. يعني ايه واتساب رسمي اصلا؟ يعني الواتساب اللي بينزل من متجر بلاي، يعني نسخه واتساب الماسنجر العاديه او واتساب الاعمال. شغل رقمك على اي واحده من الاتنين عادي جدا. بعد ما تشغل رقمك على الواتساب بالشكل ده هتبدا انك تدخل على جروبات واتساب كتير جدا تكون متفاعله، يعني تكون بتبعت رسائل كتير في اليوم. احنا هنجيبها منين يا عم كريم؟ هقول لك انا. طبعا احنا دلوقتي داخلين على رمضان وكل سنه وانتم طيبين وكل حاجه، فانا عايز اقول لك ان الناس كتير اصلا دلوقتي بتعمل جروبات واتساب سهرات رمضان والكلام ده كله، وهتلاقي جروبات الواتساب مغرقه الفيسبوك كله. فلو انت رحت على الفيسبوك وبدات انك تبحث عن جروبات سهرات رمضان او جروبات واتساب هتلاقي الجروبات حرفيا مغرقه الفيسبوك كله. فابدا انك تدخل على الجروبات ديت كلها، ادخل في جروبات كتير جدا جدا عادي وتكون متفاعله، يعني جروبات تكون شغاله رسائل الناس اللي فيها عمالين يتكلموا كتير في الجروبات والكلام ده كله. فلو دخلت مثلا في 30 جروب كده يبقى حلو قوي، وطبعا كل ما بتزود كل ما بيكون افضل والرقم بيكون اقوى. وعندك برضو قنوات الواتساب تقدر انك تتابعها عادي جدا، تابع قنوات كتير كلهم برضو بينزلوا رسائل كل يوم، فتابع قنوات الواتساب وادخل في جروبات الواتساب برضو. بعد ما تظبط نفسك وتدخل في الجروبات والقنوات هتبدا انك تنفذ الخطوات اللي عاملها دلوقتي دي ورايا. هتدخل على الاعدادات وبعد كده تدوس على اول واحده خالص اللي هي الحساب، وهنا هتلاقي في حاجه اسمها التحقق بخطوتين اللي هي ديت هتبدا انك تدخل عليها وتدوس على كلمه تشغيل عشان نفعل التحقق بخطوتين. هنا هيطلب منك انك تكتب اي 6 ارقام انت تكون حافظهم على طول، فابدا انك اديله اي 6 ارقام وتدوس على كلمه حفظ. وهنا بيقول لك عايز تضيف بريد الكتروني ولا لا، انت ريح دماغك وتدوس على كلمه تخطي البريد الالكتروني، مش عايزينه. كده احنا فعلنا التحقق بخطوتين بنجاح. هتبدا بقى انك ترجع تاني، ترجع للاول خالص. هنا هيطلب منك التحقق بخطوتين او ال6 ارقام اللي انت عاملهم في التحقق، هتبدا انك تكتبهم عادي جدا. بعد كده هتدوس على ال3 نقط اللي فوق على الشمال وهتدخل على الاعدادات مره تانية، بس هتنزل تحت كده وهتلاقي في حاجه اسمها التخزين والبيانات، هتبدا انك تدوس عليها وتدخل على الوكيل. طبعا الوكيل بيكون واقف، هتدوس انت على كلمه الوكيل الذي تم اعداده، وهنا هتكتب على طول الكود اللي هو بتاع الوكيل الاربع وحايد بالشكل ده زي ما انت شايف، 1.1.1.1. تمام؟ بتكتبه بالشكل ده. بعد كده تدوس على علامه الصح. لو انت مش هتعرف تكتب الوكيل، انا الكود ده قصدي انا هسيبه لك في قناه التليجرام. مجرد ما انت تدوس على علامه الصح كده الوكيل اتفعل خلاص. هتبدا بقى انك ترجع تاني وتخرج من النسخه خالص وتقفلها. تمام؟ هتقفل بقى النسخه وتسيبها لمده مثلا من 4 ل 8 ساعات. ده لو انت داخل في جروبات وقنوات متفاعله كتير. تمام؟ طب لو هي مش متفاعله كتير او انت ما دخلتش في جروبات كتير ومش متفاعله وعلى قدها، يعني سيب النسخه لمده 24 ساعه او 48 ساعه. كل ما بتزود في الوقت كل ما بيكون افضل اصلا. تمام؟ وطبعا انا قايل قبل كده ان الوكيل ده بيقطع النت عن النسخه، يعني انت ولا هتقدر تبعت ولا تستلم اي رساله طول ما الوكيل ده شغال. تمام؟ فهنفترض دلوقتي ان عدى 24 ساعه على النسخه بالشكل ده زي ما انت شايف. هتبدا بقى انك تفتح النسخه تاني وتروح على الاعدادات، وبعد كده هتبدا برضو انك تنزل تحت عند التخزين والبيانات وتدخل عليها. بعد كده تدخل على الوكيل وهنا هتقفل الوكيل. انت بمجرد ما هتقفل الوكيل هتلاقي ان النسخه دلوقتي كل الرسائل اللي اتبعتت لك في خلال ال 24 ساعه اللي انت كنت مفعل فيهم الوكيل، هتلاقي الرسائل كلها اللي هي وصلت لك من الجروبات او من اي شخص عماله بتحمل بشكل سريع جدا جدا حاليا. تمام؟ طبعا انا مش مشترك في جروبات ولا اي حاجه لان انا اصلا رقمي فينش. تمام؟ فانا بقول لك ازاي تخلي رقمك انت كمان فينش زي رقمي. تمام؟ فدلوقتي احنا رقمنا اصبح فينش. هنعمل ايه بعد كده؟ دلوقتي في طريقتين اتنين للحظر بالفينش هما اللي شغالين في المجال، وانا هقول لك على الطريقتين وانت شوف انهي طريقه هتبقى ماشيه معاك او انهي طريقه تكون اقوى معاك وهتطير معاك كتير وانت اشتغل بيها عادي جدا. ولكن انا هقول لك على الطريقتين بتوع الحظر بالفينش.
وانت نفذ الطريقتين عادي جدا وشوف انهي واحده تكون اقوى معاك. فاحنا نخش على اول واحده. طبعا انت بتدوس على الاعدادات وبتنزل تحت على المساعده، ديت اول طريقه للحظر بالفينش. بعد كده بتدوس على كلمه المركز المساعده اللي هي اول واحده، وبعدين تدوس على كلمه تواصل معنا اللي هي تحت باللون الاخضر. هنا بيقول لك اخبرنا كيف نستطيع مساعدتك. طبعا انت هنا بتيجي وتحط بند الفينش. طبعا انا لسه ملغم بند جديد هسيبه لك عندي برده في قناه التليجرام، ولينك القناه تحت في وصف الفيديو. فالبند بيكون عباره عن كلام، وفي اخر البند لينك. اللينك ده هتحط في اخره الرقم اللي انت عايز تطيره، ويفضل ان انت اول رقم تيجي تطيره يكون رقم وهمي. تمام. بتبدا بقى انك تدوس على التالي وارسال سؤالي لفريق الدعم في واتساب. وهنا بقول لك جاري الرساله اهوت، هيفتح شات بينك وبين الدعم حاليا. تمام. استنى لحد ما يوجهك للشات بالشكل ده زي ما انت شايف. تمام. هنا هتلاقي الشات رد عليك برسالتين اتنين. اول رساله الرساله اللي انت كتبت فيها البند بالرقم اللي انت عايز تطيره اهو زي ما انت شايف كده. تمام. والرساله التانيه اللي هي تحت ديت احنا ملناش دعوه بيها خالص، سيبك منها. تمام. فكك منها خالص، اللي يهمنا كله الطريقه الاولى او الرساله الاولى قصدي. تمام. فبتبدا انك تحدد الرساله ديت وتدوس على كلمه ابلاغ، وهنا تدوس على كلمه ابلاغ برضو. تمام. هو ابلاغ واحد بس اللي هتعمله، وكده الرقم هتلاقيه طار. انت اخرك في الابلاغات 5 ابلاغات، لو ما طارش يبقى انت تجرب الطريقه التانية. تمام. ولكن انا بقول لك اول رقم هتيجي تطيره بالفينش ده لازم يكون رقم مثلا رقم فيك متصل. لو انت معاك رقم فيك مشغله على اي نسخه تانية هاته وخليه متصل وطير نفسك عادي، مفيش مشكله. تمام. اهم حاجه ان الفينش يشتغل، فما تجربش على ارقام قويه في الاول عشان ما تضيعش الفينش بتاعك. تمام. فديت اول طريقه ان انت بتطير عن طريق الدعم. تاني طريقه بقى ان انت بتخلي واحد صاحبك مثلا، او بتروح مثلا لو انت معاك رقم تاني بتبدا انك تبعت البند بالرقم من رقمك التاني، او تخلي واحد صاحبك يبعت لك البند بالرقم اللي انت عايز تطيره، وانت بتبلغ عليه بنفس الطريقه اللي احنا عملناها دلوقتي. تمام. فكل الحوار ان حد بيبعت لك رساله، او انت بتخلي الدعم هو اللي يرد عليك برساله البند والرقم اللي انت عايز تطيره، وانت بس كل اللي عليك بتعمل ابلاغات. انت بتعمل ابلاغ واحد وتروح تشوف الرقم، ما طارش اعمل 5 ابلاغات. تمام. ما طارش خالص من 5 ابلاغات يبقى الرقم رفض. تمام. وانا عايزك تركز ان احنا لما فعلنا الوكيل واستنينا 24 ساعه دخلت انا تاني وقفلت الوكيل، ولكن ما قفلتش التحقق بخطوتين. انا عايزك ما تقفلش التحقق بخطوتين خالص، انت كل اللي هتعمله هتقفل الوكيل بس بعد ما تستنى 24 ساعه بره النسخه طبعا. فانا كده اديت لك طريقه تفنيش الرقم وطريقتين للحظر بالفينش. تمام. ارجع بقى وركز كده في الفيديو تاني من الاول، لو انت دماغك مثلا سوحت ولا حاجه ارجع شوف الفيديو من الاول تاني لحد الاخر وهتستفاد ان شاء الله. وكل واحد رقم ومش متفنش هيفنشه. ولو انت مثلا كان عندك فينش وقف ابدا برضو انك جرب نفس الطريقه من الاول خالص. تمام. ولكن الناس اللي هي اصلا ارقامها فينش انا مش عايزك تعمل الحوار اللي احنا عملناه ده كله في الاول، انت تفعل وكيل وتدخل في جروبات والكلام ده كله. طالما انت رقمك فينش ابدا انك تشتغل بطرق الحظر بالفينش على طول، اللي هم الطريقتين اللي انا قلتهم، يا اما تطير عن طريق الدعم او تخلي واحد صاحبك يبعت لك البند وانت تبلغ عليه. ده للناس اللي هم ارقامها فينش جاهزه. ولكن طبعا لو انت مش رقمك فينش ابدا انك اعمل نفس الحوار ده كله من الاول، وان شاء الله رقمك هيتفنش بدون اي مشاكل وبدون حذف حساب والكلام ده كله. فيا ريت ان انت لو استفدت من الشرح او لسه ما جربتش، يا ريت بس انك تحط لايك على الفيديو وتقدرني بكلمه حلوه في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم. وبس كده يا اخواتي، اشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.